خليني أبدأ معاكم برسالة بتاعت النهاردة وبتقول لي فيها أنا مطلقة وعندي بنت، والحمد لله أنا متدينة وبحمل كتاب الله وعندي ثقافة عالية جدا ومتعلمة. اتقدم لي شخص عادي جدا مكملش دراسته وخرج من الابتدائية، وللأسف هو أكبر مني ب7 سنين، وكمان للأسف هو فقير، وبعدين بيئته غير بيئتي. أنا العيلة بتاعتي من عيلة نضيفة جدا. هو عنده ولدين ومراته متوفية، فهو بيقول لي عشان أنا أتكفل بيهم وكده. وللأسف كمان إن أنا مش شايفة فيه إن هيكون في بينا وبين بعض تواصل في الفكر. يعني أنا لو جيت اتكلمت معاه في أي حاجة ثقافية، الموضوع ده هيضايقني جدا، لأن هو ما كملش تعليمه، ما عندوش أي ثقافة غير ثقافة الشارع. أهلي بيضغطوا عليا وبيقولوا لي لأ كملي مفيش أي مشكلة، وأنا شايفة إن الموضوع مش هيكون فيه توافق خالص، ولكن أهلي بيقولوا لي كملي عادي، هو اللي ماشي دلوقتي كده، موضوع الثقافة ده ما بقاش موجود، وعادي ممكن تكملي كده، السوق كله بقى موجود من الكلام دوت. فبيضغطوا عليا على اساس ان انا اخده وكده، وانا مش شايفه ان انا هبكون معاه فكريا، وفي نفس الوقت هو فقير وبيشتغل شغل يومية، وهو بيشتغل على نفسه وهو طيب وبيهتم بيا وكل حاجة، بس انا شايفه ان مش هيكون في بينا وبين بعض توافق ولا فرص ولا تكافؤ. انا بقرر وبقول انا مش حابة الموضوع ده وعايز اخلع منه، بس هما بيقولوا لي خلاص يا ستي كبري دماغك، هو ده اللي موجود في السوق، قولوا لي اعمل ايه. انا هقولك بمنتهى الصراحة، يعني هو حضرتك آه، طالما انت شايفة نفسك افضل منه واحسن منه، ف يعني نصيحة ليكي ان انت ما تكمليش او ما تخشيش في التجربة دي، لان مهما حصل انت هتبقي حاطة في دماغك ان انت احسن منه وافضل منه في حاجات كتير جدا، فمش هيكون في تكافؤ زي ما حضرتك قلتي. الحاجة ان ما التانية اللي انا عايز ينفعش اقولها ما ينفعش ان نكون الغرور مليكي لدرجة ان انت مش شايفة اي حد. اعتقد ان الراجل في زماننا دلوقتي في اللي احنا فيه بيعيبه جيبه، وطالما هو بيشتغل وشغال على نفسه وبتقول ان هو بيهتم بيكي وكويس، فشايف ان دي حاجة كويسة في الراجل، مش حاجة وحشة، ودي تضيف له. فاعتقد ان يعني اللي انت فيه، او ممكن تكوني التعب والمجهود اللي انت عملتيه عشان توصلي لتكوني لدرجة كبيرة جدا زي ما حضرتك ما بتقولي للتعليم والثقافة، ممكن يكون حد ما اتخلقتلوش الفرصة دي عشان يبقى زي حضرتك، فبالتالي حضرتك جربتي مرة وما حصلش نصيب وانفصلتي، فأعتقد إن المرة التانية من حقك إن انت تختاري حد يكون نفس صفاتك عشان خاطر ما يكونش فيه تعب. بس أتمنى من حضرتك إن أسلوبك في الكلام ما يكونش على حد أقل منك، إن هو حاجة ما تذكرش، لأن اللي ما قبلوش على نفسي أكيد ما قبلوش على غيري، فبالتالي الموضوع هيبقى فيه حساسية شوية. فأتمنى منك انت لما تكوني بتشرحي لحد حاجة أو بتقولي له حاجة ما تحسسوش إن هو أقل منك، لأن بتبقى مش كويسة. وطبعا أتمنى من كل الناس إن تقول لي رأيها في موضوع زي ده. واللي مشتركش عندي في القناة أكيد طبعا بيشرفني إن يكون موجود معايا، وأتمنى من كل اللي موجودين يشيروا الفيديو ده عشان أسمع رأي بقية الناس.